السلام عليكم، اخوك عبد الرحمن. ولو ما تعرفش فكره القناه ان انا بجرب حاجه واديك النتيجه بتاعتها، بقول لك في الاخر يا اما جابت معاك او خدت على قفاك. والفيديو النهارده مقسوم نصين، النص الاول حاجه انا جربتها والنص التاني حاجه انا ما جربتهاش. عشان انا رخم وبحب ارخم عليك، هبدا بالحاجه اللي انا ما جربتهاش الاول و... وبس كده. خلينا نبدا فيها على طول. طبعا النقطه اللي هنتكلم عنها اول نقطه شباب، اللي هي خارج نطاق التجربه خالص، اللي هي بالنسبه للبحث العلمي. بالنسبه كلمه بحث عن نفسها عامه شايله مليون حاجه جواها، بس خلينا نقتصر على الابحاث اللي بتجيب تمرينين لعضله معينه وبتشوف كفاءه واداء التمرينين دول ونسبه تحسن العضله عليهم. زي خلينا ناخد مثلا بالنسبه لعضله التراي، انت مثلا اذا خدت مسطره ثلاثيه واذا خدت مسطره او خدت بالكابل، سحب الكابل، فبيجيب الدكتور المحترم اللي بيعمل بحث بيجيب شخصين وبيخلي ده يتمرن التمرين ده وده يتمرن التمرين ده ويعمل فحص ويشوف اداء او تحسن او كفاءه التمرين ده على العضله بالنسبه للشخصين دول. فتمام، بحث محترم، مفيش اي مشكله، اتعمل فيه مجهود علمي، مفيش اي مشكله برضه. بس انا شايف ان ده غلط. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان تجيب شخصين وتعمل عليهم نفس اختبار الاداء ده محتاج تثبت عوامل كتير جدا، مستحيل تلاقيها في نفس الشخصين بالظبط. يعني انت مثلا اذا افترضنا ان انت عايز تعمل كده، فلازم تجيب شخصين نفس الوزن ونفس الاداء وتقريبا يمكن يكونوا بنفس الكتله العضليه، نفس الاكل اللي الاثنين بياكلوه ونفس النوم ونفس عدد الساعات بتاع الاثنين. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني مثلا لو جبنا شخصين واذا افترضنا ان انت لقيت شخصين فيهم نفس كل العوامل اللي انا قلتها الاول دي، اللي ده مستحيل اصلا ان ده يحصل، بس جبت شخصين عندهم نفس الوزن ونفس الاداء ونفس الكتله العضليه، بس واحد فيهم بينام مثلا الثمان ساعات بتوعه بالليل ومنتظم في نومه، واحد تاني بيسهر او بينام الثمان ساعات بتوعه بالنهار. الشخصين المتماثلين دول اللي بيسهر فيهم هيكون تاثير وبناء العضله عليه مش زي اللي بينام بالليل، لان طبعا النوم بالليل هو الافضل بالنسبه لتاثير بناء العضله. كده البحث يعني هو مش قران، في نفس الوقت انت ما تؤمنش بيه لان ممكن يكون في نسبه خطا. هل انا كده بقول لك ان كل قبل ما تخش تكتب، عارف في ناس هتطيف في التعليقات دلوقتي، هل انا كده بقول ان الابحاث مالهاش لازمه؟ مستحيل. الابحاث من ليها لازمه، ومن غير الابحاث ديت ما كناش هنعرف نوصل لحاجات تانية. وفي ابحاث مهمه جدا ساعدت المجال ده في حاجات ازيد ما انا اتخيل، اللي انا صغير فيه وهفضل صغير فيه لو حصل حاجه. فانا كده مش بقول لك ان الابحاث مالهاش لازمه، بالعكس الابحاث ليها لازمه كبيره جدا. بالنسبه للنص الثاني من الفيديو انا ضحكت عليك طبعا وبدات النص اللي ما جاوبتوش. بالنسبه للنص الثاني هو نظام التمرين. هتقول لي عندك ايه جربت في نظام التمرين؟ عندنا حاجتين بساط هيعملوا معاك فرق كبير جدا. اول حاجه بالنسبه لنظام التمرين، انت وانت داخل الجيم او انت لسه داخل هتعمل حاجتين. هتشوف نفسك انت كعبد الرحمن مثلا، غذائك وحياتك وطاقتك هيعرفوا يخلوك تروح كام يوم. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني انت كعبد الرحمن ماديا كويس، بتاكل اكل محترم يوميا، شغل انت ما بتبقاش مهدود طول النهار، عندك الطاقه ان انت تروح الست ايام، يبقى انت هتبني نظامك في التمرين على الست ايام. طيب انت يا عبد الرحمن اكل زي الزفت، نوم اسوأ مما تتخيل، في الكليه مع انك بتسهر بس ما بتذاكرش، مش فاهم ازاي، بس المهم ان الدنيا طاقتك ما تكفيش ان انت تتمرن الست ايام. هتحط انت نظام ست ايام وهتعمل الست ايام، هتحاول تلتزم في الست ايام. اول حاجه ممكن تلتزم شويه وبعد كده هتوقف خالص لان انت هتزهق، لان هيبقى في عوامل ياما مأثره عليك. وفي نفس الوقت بعد ما في ناس يمكن يبدا بالست ايام وما يعجبوش الموضوع فيبدا يقلل عدد الايام بتاعه. فانت من اول وانت داخل الجيم وانت حاطط رجلك على عتبه الجيم كده، حدد عدد الايام اللي انت هتقدر عليه كعبد الرحمن وما تجيش على نفسك فيه. انا شخصيا حاليا بروح 4 ايام وده كويس جدا، وانت ما انتش محتاج السته في الاول. زي ما قلت لك حدد عدد الايام اللي طاقتك فيه وابدا فيه، ما تجيش على نفسك. الحاجه الثانيه وانت داخل الجيم، اول حاجه هتعرفها كتفك ثم كتفك ثم كتفك مره واثنين وثلاثه، ودي اكتر حاجه ممكن تعمل لك مشكله. وانا نفسي عملت لي مشكله وجابت لي اصابه في كتفي اليمين، عطلتني فتره. الفتره دي ما كانش المفروض اتعطل فيها ابدا. فاول حاجه كتفك هتسخنه بنش دراع ظهر كتف، تسخنه بوزن خفيف الاول قبل تمرينه الكتف. لو عندك استك هتمسك الاستك اللي موجود عندك في الجيم وتعمل لي بيه ستريتشات كويسه تجنبا للاصابه. وبالنسبه للفخذ يا صاحبي هيبقى عندك تمرينين. التمرين الاول هتبقى واقف وسند على حاجه وهترفع رجلك فوق كده وانت واقف، او احط لك صوري عامه، هترفع رجلك على بطنك تقريبا يعني من 15 ل 20 تكرار، هتعمله مرتين. ولو بعد كده هتطلع على العجله هتجي لي شويه من 5 ل7 دقائق، ما تجيش على نفسك يعني. وبعد كده هتلعب لي سكوات فاضي وانت واقف كده من غير ما تحط اي حاجه. النقطه الثالثه بالنسبه لتدرج الاوزان، انا خليها اتكلم عن نفسي. انا حاليا كان اخر في تمرين الدمبل المسطح اخرك 30 كيلو تمام، فكنت اروح اسخن الاول على اي جهاز، ساعات كنت بسخن على جهاز فراشه وساعات كنت بسخن كتفي واخش في التمرين على طول. العب اول دور بال20 اجيب بيها 12 عده وانزل ومفيش وجع،
يعني انا اقدر اجيب اكتر، بس انا لا، انا كده لعبت الدور بتاعي بال 20، اجيب 25 العب بيها 10 عدات وانزل مفيش وجع ان اقدر اجيب اكتر. بس لا، خلصنا كده. واجيب ال 30، اجيب واحد يساعد معايا من وراه والعب 5 عدات اداء حركي زي البطيخ. اللي واقف معايا وشال النص، يعني لو في 7 عدات ورا هو اللي شايلهم تقريبا. ف المهم ال 30 كده يعتبر ما استفدتش بالثلاثه حاجه علميا. هتقول لي ليه؟ هقول لك انت هتعمل ايه. بكل بساطه انت المفروض تاخد اتقل وزن عندك وتاخده وتبدا بيه وتوصل للفشل العضلي بتاعك. والموضوع ده عشان تعمله لازم تاخد الوزن الاتقل بتاعك من اول مجموعه. هتقول لي هتتصاب، هتقول لك لا، ما انا مش هسيبك تتصاب. انت هتعمل ايه بكل بساطه؟ انت هتجيب مثلا، انا ده اللي انا عملته، مش انا اخي 30، انا هتكلم عن نفسي. انا جبت 15، هحط لك الفيديو ان شاء الله. جبت 15 لعبت فيها دورين بالظبط، تمام. في الدور ده جبت 12 عده او 15 عده في كل دور فيهم، تمام. يبقى انت كده بنشك ساخن. هتاخد راحه من دقيقه لدقيقتين او ممكن توصل ل3 دقائق، تمام. مفيش اي مشكله عندي ان انت توصل 3 دقائق. وبالله عليك بلاش شغل 30 ثانيه، لان انا على ما انزل وزن احط على رجلي واطلع بيه على الستاند بتاع الاوزان باخد 30 ثانيه على ما اقوم من مكاني. ف 30 ثانيه هي بس، زود في مده الراحه شويه. بعد ما تريح كويس وتاخد راحتك بين التمرين من دقيقتين ل3 دقائق، هتبدا اول دور ليك بال 30، وهتاخد ال 100% اللي انت ضيعتها في ال 20 25 هتحطها بال 30، وهتوصل بال 30 دي قول مثلا 10 عدات في الدور الاول، تمام. في الدور الثاني هتريح من دقيقتين ل3 دقائق كده. في الدور الثاني هتجيب بيها 8 عدات. في الدور الثالث لو فصلت منك ممكن تجيب 7 عدات وتجيب حد يساعد معاك فتوصل ل 10 تاني. او الاحسن ان انت ما تجيبش حد يساعد معاك، لا، لو جبت بقى 7 عدات احسن. النقطه ديت يعني انا اقول بتمرن بقالي سنتين، بس طبعا سنتين ونص وقفت شويه كملت شويه، بس المجمل يعني ان هو ممكن نقول ان هم سنتين ونص تمرين. يعني النقطه ديت لو كنت عرفتها من الاول كان ممكن تفرق معاك جامد، تعمل لك تحول جامد. ممكن انا بصور لك البنش قبل وبعد، ان انت هتلاحظ تغير في مدار ان انت تاخد تمرينتين بنش بس. انا مثلا بالنسبه لي خبطت المايك مش مهم معلش. المهم يعني اخدت تمرينتين بنش بالظبط. الموضوع ده اثر معايا تاثير جامد وعمل تغير في شكل العضله. وطبعا اول وجع بعد ما جربتها اول مره كان ابن لذينه. هتبقى ماشي تاني يوم عامل زي التنين المجنح مش عارف تمشي بالقطه انت كنتش متعود عليها. حرفيا تمرينه جامده. فبلاش تدرج في الاوزان، ما تعتمدش على الموضوع ده. ابدا باتقل وزن عندك ومفيش فيه اي مشكله. اخر نقطه تقريبا، او ما اعرفش هي اخر نقطه ولا لا، بس عامه احتمال تكون هي اخر نقطه. نسيت لا اله الا الله. اخر نقطه كانت ايه يا ربي؟ 2000 years later. اصلا يا جماعه مش عارف افتكر. فهنختم الفيديو بالاندنج الجامد ده، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وانا حاسس ان انا تحت، او حاسس ان انا مش في النص، او حاسس ان انا مش مظبوط. بس انت مظبوط. تستهدف تمرينين معينين، وبعد ما تستهدف التمرين هي الكاميرا هنا يا حول الله. طبعا بالنسبه اللاب المفروض يجي هنا عشان يدي منظر طرش ما بيهزرش. يمكن بقى احط الكيبورد برضه عشان انا عايز ادي منظر المهم هنحاول برضه لن نخسر شيئا. كده الشكل حلو. مش عارف اقول ايه والله. على ما افتكر النقطة الأخيرة بس عشان أنا نسيتها خالص، فأكيد العيب في الأكل. من الساعة دلوقتي تقريبا الساعة 4 إلا تلت أهي. ربنا يكون في عون اللي لابس السماعة من اللي هيسمعها. لو المايك ما عزلش الصوت هحطها برضه على فكرة. اغسلها وجهي لا حول الله يا رب. أنا أصلا يا جماعة مش عارف أفتكر. فهنختم الفيديو بالاندنج الجامد ده، واشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.